بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بأمر الله هنعمل مع بعض الميني مولتو أو الميني كرواسون. حاجة كده سهلة وبسيطة، والمكونات موجودة في كل بيت بأمر الله. طبعا، زي ما بيقولوا كده، البيت اللي مفهوش دقيق حلو يضيق. الدقيق ده لازم يبقى موجود في البيت، يعني بنطلع منه حاجات جميلة جدا. عايزاكم تشوفوا كده، بصوا التوريق بتاع الميني كرواسون او الميني مولتو، بصوا التوريق بتاعه وجماله بمكونات سهلة وبسيطة جدا. طبعا انا قسمت الكمية اللي معايا. الكمية ديت من نص كيلو دقيق بس. نصها بالشوكولاتة والنص التاني بالجبنة. طبعا انتي زي ما تحبي، عايزة تعمليها سادة، عايزة تعملي كله شوكولاتة، عايزة تعملي جبنة، براحتك خالص. بس انا بوريكم اللي انا عملته، حاجة كده تحفة ونضيفة ومن البيت. وطبعا الحاجات دي بتبقى غالية برا، بتعمليها في البيت طبعا بالسعر بيبقى سعره ارخص بكتير كتير من برا. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. بس لو اول مرة بتشوفي قناتي، اعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اول حاجة عملناها، معانا جبنة بولة وضفنا فيها كوباية من المية الدافية، وهننزل كمان بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. يبقى اول اضافاتنا كوباية من المية الدافية ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان هننزل باربع معالق من السكر، 4 معالق كبار من السكر. وهندوب كويس جدا كده مع بعض الاضافات اللي احنا حطيناها ديت. لما نحس ان هي دابت معانا، هنضيف دلوقتي 3 معالق كبار من اللبن البودر. 3 معالق كبار من اللبن البودر، وهنحط كمان معلقة من الخل، معلقة كبيرة كده من الخل. وهندوب كويس جدا المواد السائلة ديت. هنضيف كمان ربع كوباية من الزيت، طبعا يكون زيت نضيف ملهوش ريحة، اللي هو زي زيت عباد او زيت ذرة، زي ما تحبي، زيت يكون من الزيت النضيف. هنضيف ربع كوباية. وكمان دلوقتي هنضيف كوباية من الزبادي الصغيرة، علبة من الزبادي الصغير. وهندوب كويس جدا. وبعد كده هنضيف نص كمية الدقيق اللي معانا في البداية كده. طبعا الكمية اللي معايا بتاعت الدقيق دي كلها نص كيلو دقيق، هنضيف بس نص الكمية في البداية. وهنضيف معاهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح. وبعد كده هنرجع نضيف بقية الكمية بتاعت الدقيق اللي معانا. تمام كده، يعني الكمية دي كلها نص كيلو من الدقيق. هنبدأ بقى دلوقتي، هبدأ ان انا اعجن بايديا. تمام، هنعجن في العجينة ديت لمدة 10 دقايق كده، لحد ما العجينة بتاعتي الاقيها الملمس بتاعها بقى ناعم وجميل جدا. بصوا شايفين العجينة عاملة ازاي؟ العجينة تحفة يا جماعة. رشيت كده بقى في البولة رشة دقيق، وهحط العجينة بتاعتي عشان اسيبها ترتاح لحد ما تخمر معايا تبقى تمام. هغطيها بالاسترتش راب، وهغطيها بفوطة كمان، وهركنها بقى كده لحد ما تخمر معايا. تقعد نص ساعة، تقعد ساعة على حسب الجو اللي احنا فيه. تمام. بعد ما خمرت معايا، اخدت معايا ساعة. بعد ما خمرت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو وصلتي لحد هنا وما حطيتيش اللايك، من فضلك حطي اللايك فضلا وليس امرا. هبدأ بقى كده اطلع الهواء من العجينة بتاعتي، اديها البوكس الحلو ده، البوكس المتين. وهنقسم بقى العجينة بتاعتنا، هنقطعها لأربع قطع. هنقسم العجينة بتاعتنا لأربع قطع بالتساوي كده. كل قطعة قطعتها ببدأ ان انا اعملها بشكل دائري كده، والمها والم الحروف بتاعتها بشكل دائري كده. وهحطها في صينية مرشوشة برشة من الدقيق.
هعمل ايه كل القطع كده وهغطيهم بكيس واركنها على جنب، وهبدا ان انا اشتغل في ايه، في اهو شلت 3 قطع وهبدا اشتغل في القطعه ايه الرابعه. هنبدا بقى كده ايه نشتغل في القطعه اول قطعه معانا. هنرش رشه من الدقيق، تمام، وهنبدا نفرد في العجينه بتاعتنا بالفرادة بتاعت العجين كده. هنعملها على شكل دائري اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما فردتها بالشكل دوت هبدأ ان انا ايه اقسمها لاربع 4 قطع، وكل ربع هقسمه 4 على 4، يعني عملت معايا 16. يعني كل ربع عمل معايا 16 واحدة من الميني مولتو او الميني كرواسون. طبعا زي ما انتوا شايفين كده ان انا هبدأ احشي بالشوكولاتة. اي شوكولاتة عندك تكون موجودة من اللي هي البواكي الشوكولاتة بتقطعيها قطع صغيرة جدا، اي بقى نوع شوكولاتة، تمام. انا كان عندي باكو شوكولاتة قطعته كده قطع صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ووزعت على القطع كلها. وهبدأ ان انا ايه الف بقى ايه الميني كرواسون بتاعتي او الميني مولتو بالراحه كده. بتشدي بتبرمي الموني مولتو، بتشدي العجينه بتاعتك وبتبرمي، تمام، علشان آه، دي اللي بتديكي التوريقه الحلوه. وانتي بتشدي كده العجينه هي بتتمط معاكي العجينه على فكره، هتديكي المطه دي هي اللي بتديكي التوريقه الحلوه اهو زي ما انتوا شايفين كده. هعمل كل الكميه بتاعتي. طبعا معايا صينيه مدهونه بالزيت، ممسوحه مسحه بسيطه من الزيت، تمام. وهبدا ارص ايه الميني مولتو. بس في ملاحظه يا جماعه، وانتي بترصي خلي فيه مسافه لان هو كده بيخمر، يعني لسه هيخمر كمان نص ساعه، فهيفرد في الصينيه، تمام. وزي ما انتوا شايفين كده هنعمل كل الكميه بالشكل ده. تشدي العجينه كده وانتي بتبرمي، تمام، لحد ما تخلصي اللفه بتاعتك تبقى معاكي بالشكل الجميل ده. زي ما قلتلكوا لازم تسيبوا مسافة ما بين كل واحدة وواحدة في الصينية، علشان احنا بعد ما بنخلص الصينية بتاعتنا بتقعد نص ساعة كمان تخمر قبل ما ادخلها الفرن، تمام. لازم تاخدوا بالكم من كل الملاحظات دي. انا خلصت كده الجزء اللي هو بالشوكولاتة. هبدأ اعمل الجزء اللي هو بالجبنة. طبعا اي نوع جبنة بتحبيه، برضو نفس الحكاية. قطعتها على 4، وكل ربع قسمته على 4، يعني كل واحدة برضو عملت معايا 16 قطعة اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهخلص الكمية بتاعتي بنفس الحكاية. معايا بقى كده الدهن الوش بتاع الميني كرواسون، صفار بيضة عليها معلقتين كده من اللبن، عليهم فانيليا، يعني صفار بيض ولبن وفانيليا، تمام. وهبدأ ادوبهم في بعض كويس جدا. وهبدأ بقى ان انا ادهن ايه الوش بتاع المولتو بتاعي بال الدهان اللي احنا عملناه الجميل دوت. عايزه اقولك ريحته بتبقى تحفه والطعم بتاعه جميل جدا. دخلته الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، والله ما ولعتلوش الشوايه، هو اخد اللون بتاعه دوت وكان تحفه. اسيبه بقى يبرد. هغطيه اول ما يطلع من الفرن، بغطيه بفوطه علشان خاطر ايه يهدى كده والوش ايه ما ينشفش مني ويبقى طري معايا. لازم تغطيه بفوطه اول ما يطلع من الفرن، بتسيبيه لحد ما يبرد. وبقى معايا بالشكل الجميل دوت اللي انتوا شايفينه. عايزه اقول لكم طعمه تحفه، ريحته جميله جدا، خفيف هش يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم. اتمنى اللي اول مره يشوفني يعمل سبسكرايب للقناه ويفعل زر الجرس، وما تنسونيش في اللايك. جزاكم الله خيرا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعايه الله وحفظه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.